الرسالة دي وصلوها لأخونا دمهوق العار. قال لك أولاد فوزية. شوف يا زول، تفتكر احنا ليه مش بنرد عليكم؟ بجد والله ما سألتش نفسك احنا ليه مش بنرد عليكم؟ عشان سببين. الأولاني إن احنا بجد مش عايزين نعمل مشكلة بين بلدين عشان خاطر تصرفات أشخاص فردية. كويس؟ بس انتوا زودتوها بصراحة. كويس؟ والسبب التاني ان احنا بجد والله مش فاهمين انتوا بتقولوا ايه. يعني احنا عايزين نرد، اوعى تكون مفكر ان احنا خايفين نرد عليك مثلا. لا خالص، انت مش بتشكل اي خطورة يعني. تمام. انما احنا مش فاهمين انت بتقول ايه. انت بتاع السوداني. ايوه ماله السوداني؟ حصل له ايه؟ احنا مش فاهمين انت قلت ايه. انت مين المصريين يا ولاد فوزية؟ فوزية مين؟ فوزية دي مالها؟ انتوا بتعايرونا بيها ليه؟ بأمارة ايه؟ فوزية مين؟ فوزية دي الملكة فوزية؟ انتوا اللي بتعايرونا بيها؟ اصل احنا ما عندناش غير فوزية دي وفوزية رأفت بتاعت سك على بناتك اهو. دي ممكن تعايرونا بيها على اساس مثلا حنفي كان عايز يمسك ايدها، انما الاميرة فوزية انتوا بتعايرونا بيها ليه؟ مش دي اللي كانت وقف اللي انت بتعمل فيه ده. جنجو كايرو ده اللي انت قدد ليه من الليست قيامة. اهو اتفضل. ده ليه بقى ان شاء الله؟ والمفروض ان هو بيتكلم عربي. انت تقريبا بتتكلم على الاختراع اللي اسمه الدمحوك ده. الراجل ده صعبان عليا قوي والله. هو ما بيضربوش غير في نضارته يعني. الناحيه دي حميدتي والناحيه دي ابو لولو. النضاره شايله عنه كتير بصراحه. ايه الراجل ده ما الطلقات ما بتجيش غير في نضارته. ايه الاختراع اللي اسمه دمحوك ده؟ هيوديكوا في داهيه، خلي بالك هيعمل مشكله. وبطلوا تسمعوه، هيسوحكوا كلكوا. امبارح في واحد فجحوه بسببك. ده انتوا التف لو في ثقافتكم مش هتقعدوا تتفوا على بعض بالمنظر المقرف ده يا اخي، هيجيلكوا جفاف. امبارح انا جاي من الشغل ركبت مواصلات. امبارح وانت جاي من الشغل ركبت مواصلات اهي من غير ما تزوقيني يا ماما اهي. لقيت واحد من اخواننا السودانيين دول قعدت جنبه. لقيت واحد من السودانيين قعدت جنبه. يمكن يدفع لك يعني ولا ايه؟ ولا قلت تاخد بحسه بقى طول السكة؟ قلت لك مشغل في فيديوهات بتاع دمحوك. اه اللي انت قعدت جنبه ده طالع مشغل فيديوهات دمحوك في المواصلات في مصر. انتوا ركبتوا منين؟ هات يا جمايل يا رب. قلت لاخونا ده يا شاب، الفيديوهات دي بتجيب لك مشاكل. انت زول شكلك محترم، وهو علشانكو واحتراما للناس المحترمة بجد من الشعب السوداني ومن الشعب السوري برضو. تمام، احتراما للناس دي احنا يعني مقضينها جمايل. علشان يعني خلي بالك انا كان ممكن اعمل فيديو دلوقتي احزنك واجيب لك الناس بتاعتك واللي بيحصل فيها واقول لك بص روح شوف الناس بتاعتك ولم نفسك والكلام ده. بس المصريين اعلى من كده. العفو عند المقدرة. قال لي ده ادبكم انتوا السودانيين، قلوبكم طشت. يا اخي والله انت جوجل ترانزليتور نفسه هيحتار فيكو. انسحبت منه براها وقمت مشيت قعدت قدام جنب الباب. انا بقول لك انت زول عاقل قعدت جنب الباب ها؟ على اساس لو في حاجه خلعون. انا مش عارف بجد الناس اللي هي لما بتقوم حرب في بلدها بتسيبها وتمشي دي. ده بجد انتوا بتسيبوا بلدكم وتمشوا تروحوا الا المصريين والفلسطينيين. استحاله لو جبت له متريليوز هو قاعد في ارضه مش ماشي. عمره ما هيكون لاجئ، عمره ما هيكون مستوطن. العربية اتملت، والزول ده لسه شغال مع ده، مشغل فيديوهات دمحوك. جاكي ناوياها ناوياها، قول له يعلي سنه كده. علي بطلت قعدت شوي سميت لك صوت كف. انا قايل العربية دي اتقلبت. حطوا له طحينه. قبلت ورا لقيت كفوف بس نازلة في اخونا. انتوا كنتوا راكبين الساعة ولا بكوس؟ تش 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 تش. خلوا الزول ده يجوني قدام. دي بكوس دي احلى مسا على شارع السينما. قال لي انت منين يا؟ قلت له وا. قلت له واه. قال لي منين؟ قلت له I don't speak Arabic. I don't understand you. قول له انا من طنطا وفلوسي وقعت. قال لي where are you from؟ قلت له I'm from Nigeria. فروم نيجيريا. قلت لهم رمضان السكري. قال لي احسن ناس. قلت له حبيبي. حبيبي ابيله ويديله. ليه يا دمهوك بتخطنا في المواقف دي ليه؟ اه والله خليت الراجل عمل مدينة من نيجيريا. ميتينك ذاته يا اخي.
يا عم انتوا عمالين تتفوا على بعض وبعدين تشربوا المية بتاعتنا، واحنا اصلا مش عارفين نلاقيها منكم ولا من اثيوبيا. ده كلها على مصر. ده ايه ده مصر كانت بتلعب الارجنتين والحكم والفار والفيفا وترامب باسرائيل بنتنياهو بالجمهور بالمشجعين كان فاضل الارض اصلا تطلع تعمل كده عشان الكرة تروح تخش في الجون عندنا. وقف اللي انت بتعمل فيه ده يا اخي، انت زول كبير وعاقل يا اخي، ما تخطنا في فتايل يا اخي. في الفتايل؟ اه، ما تحطهمش في الفتايل بقى.